كلنا عارفين الترند بتاع صوت صفير البلبل، بس ناس كتيره ما تعرفش القصه اللي وراه. فتعال احكي لك ايه القصه. كان زمان كان في ملك اسمه ابو جعفر المنصور. جه في يوم من الايام قرر ان هو يعمل مسابقه وتحدي بين الشعراء. المسابقه كالاتي: قال انه اي شاعر هيكتب قصيده من تاليفه، شرط مهم ان هي تكون من تاليفه، يروح يقولها للملك. لو الملك طلع ما سمعهاش قبل كده وطلعت فعلا من تاليفه، هيوزن له الورقه اللي كتب عليها الشعر بمقدارها ذهب. يعني لو هو كتب على الورق ده يساوي 5 جرام ذهب، هياخد 5 جرام ذهب. فالمهم الشعراء فرحوا بالمسابقه وقرروا ان هم يتنافسوا في الشعر. وبدات من هنا الحكايه. يدخل الشاعر من دول على الملك ويحكي له القصيده، فيبدا الملك يسمع القصيده لحد ما يخلصها الشاعر، ويقوم جاي قاعد ويضحك ويقول له: مش من تاليفك، انا سمعتها قبل كده. الشاعر يتجنن: ازاي؟ انا لسه مالفها. يقول له: لا، طب حتى باماره ان هقولها لك دلوقتي. ويقوم الملك راصص له القصيده كلها وقايلها له. الشاعر يحس انه ايه ده، ازاي؟ فيقوم يقول له: ده مش انا بس اللي كمان عارفها، ده انا عندي غلام عارف القصيده. فينادي الملك على الغلام، والغلام يقف ويقول له القصيده. الشاعر هيبقى بيتجنن: ازاي؟ فالملك يقول له: ومش بس كده، ده انا عندي جاريه كمان هتقول لك القصيده. فتيجي الجاريه تقف تقول له القصيده كمان. فوقتها الشاعر هيبقى متجنن. ومش بس مع شاعر واحد، الموضوع ده هيتكرر مع اكتر من شاعر، لحد ما في الاخر كلهم هيروحوا يشتكوا للاديب الاصمعي، اللي هيقرر ان هو يقول لكم انكم تعملوا لي فولو، تستنوا الجزء الثاني عشان احكي لكم فيه ايه اللي حصل. ما تنساش، انا احمد وائل، ماركتير، وبحاول يكون لي فيديوهات على النت.